شايفين سهيل الحسن هذا اللي بيقولوا له النمر الوردي؟ حقق معي 3 شهور. ها سهيل الحسن ما خلى بنته اغتصبها، اخذ واحدة من الزبداني. بعد ما اخذها اجت شيله، خلصين عليها مو قتل قد ما مغتصبينها. قلت له يا امي ايش صار معي وايش صار معي وايش، ما تتفردي. قمت اصير اخبط على الباب، والله للعن ابوكم يا كفره يا خنازير يا ما خليت. قام ياخذني على رئيس الفرع. رئيس الفرع اسمه غسان اسماعيل. قال له اخذها قطعها شقفها اذبحها، اللي بدك اياه ساوي فيها. قام يعبرني على غرفة، شفت المصلخ هذا اللي بيذبحوا فيه الخرفان والجداية وهالهذا، مصلخ قد ما فيها جثث. هاي عقوبة. بعديها قام ياخذني على غرفة الخوازيق، أنا وحدة اسمها أم زياد من القدم، إلها بنت اسمها بثينة مثل الوردة. خذونا وانهن 10 خوازيق، الشباب قاعدة، اللي طالع خازوق ومن هو، اللي طالع خازوق ومن هو، كلهم الدم تحتيهم هيش. واحد قاعد بيحتضر بده يموت، الله شب ما بيجي عمره يعني يا 20 يا 22 سنة، اشقر مثل الغزال قاعد مبلش. جديت عركبي قدام هالشب، قضبت يديه قلت له وك يما روح الله يرحمك، صرت اهتف له. اجى ضربني على رقبتي، هذا هي بعدها موجودة، ها هيك. حطيت راسي بحضن هاللي قاعد يموت، والله على ما ميت فقت. شفت بعيني شوفة ما بنساها بساحة الفرع. حطوا الشباب بشوالات ويحطوه بسيارات، سيارات كيا، تشوف السيارات صافة، كل السيارات تشر دم انته. أخذني والله قام يفوتني على هالغرفة، فيها بطلع 70 بنت. شفت البنات، شفت بنتي، فتت لقيت شي 6 7 بنات من درعا. هاي الغرفة بس اللي أنا فيها. في من الشام، في من كل المحافظات، في من دير الزور، نسأل الله العافية. هاي وحدة اسمها شيماء، يا ما شو مسوين بيها، الثانية عمرها 16 سنة. في من الساحل، في علويات، كان عندنا 15 وحدة، والكل معاملته وحدة، ما في تمييز. حتى العلويات كانوا حاقدين عليهن كثير وحاطين لهن تهمة خيانة الطائفة. كانت فايتة على مشفى أمراض عقلية. شو قلت لهن أنا؟ السلام عليكم يا بطلات، الله حيهن، الله حيهن بنات سوريا، اقون. بس شو أنا قلبي ينزف، صرت أقوي بهالبنات. والله أسبوع هيك قوية معنوياتنا. وكان يعني صار أشوى إلا وحدة اللي هي كانت فاقدة وعيها فعلا، إنها صفت مجنونة من حق، اللي هي منال بنت وادي بردة. هي بنت من المغطيات. رئيس السجون هناك اسمه أحمد عليا، ما كانش تفوت بنت إلا هو يعريها ويغتصبها بالمكتب تبعه. هاي بال215 بالشام
تيجي على الباب، تطبل على الباب، تقول لهم أنا حكيت مع بشار الأسد وهو قال لي قولي لهم خلهم يفتحوا الباب واطلعي أنا بستناك برا. أضمها، ظلت عندي 1.5 شهر، بعدين أخذوها ما بعرف وين راحوا. أم رياض مرة محترمة، معها 4 شباب، كلهم شباب، مو صغيرة بالعمر، بس إذا بتشوفيها ما بتقولي عمرها 30 سنة، حافظة لكتاب الله. فاتوا علينا والله نهارها خميس 4، طبعا كل يوم يفوتوا علينا 4. طلعوا بهالبنات مين أحلى وحدة بدهم إياها، شلحوا أم رياض. أنا وقتها كنت مكسورة، اللي بطلع شهر قاعد ما بقدر أقوم، قاعد بزاوية مثل هالزاوية هاي. يوم شلحوها شلخوها شلحوها، قامت تيجي تتخبى وراي، قمت أقوم، نسيت إني مكسورة، وقفت هي وراي. يشهد الله شلون الجبل اللي بالأرض حدا بيقدر يزيحه ما قدروا يزيحوني، هيك ظافرنا. يوم يقربوا بدهم يطولوها من وراي شلختهم، شلخوني، ما قدروا يزيحوني عنها. آخر شي انقهر مني، انقهروا، كل واحد بارودته معه، حاط حربة براسه البارودة هيك مثل السكينة، قام يضربني هون، الدم ينزل مثل الشلة من تحت الباب عبر طلع الدم، وأنا ماني حاس ولا أنا شايف. البنات يصرخوا، طلعوا تركونا. يوم شافوني قعدت بالأرض. ربطت شلحت هبة مو علي، وربطت بطني، غبت عن الوعي. قديش ما بعرف، كابات علي مي، ما بعرف شو قديش، فقت. في عندنا سجاد اسمه أبو خالد، اجى يوم انه اجى وشافنا، صار يعلم البنات شو يسوون. عارفة بطني ظليت 8 شهور. أبو خالد صار يفضي السكارة ويعبي لي إياها ملح. السجاد يوم انه يجي حاطها هيك والله بالقلب بالباكيت، يوم يجوا تفتيش علينا يزت السكارة، حط عليهن شوية مي وأفرق جرحي. عقب 8 شهور والله طيبني. بعدين أخذوها وسووا اللي ما سووا فيها. صارت تقعد وتدور على جرين البنات، تفرق أنفه جاي البنات تقول بدي أروح ريحته اللي اغتصبها، ريحته بأنفه ما بدي أشمها.